السلام عليكم، شلونكم؟ طبعا اني مشتهي اندومي، بس ما ادري احس اريد اسوي اندومي بطريقة مختلفة. ليش اغلبيتكم ياكلون الاندومي بنفس الطريقة؟ انا مثلا عاجبني اسوي مرقة مال اندومي، نريد نسوي ابديت لهذا الاندومي، بس ايش نحتاج؟ نحتاج اندومي وصديقي طه. هلا واني طه. تعال هنا، تعال. تكمل الطباب في التحقيق. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ اهلا وسهلا بكم بمطبخ الاصرار. شنو؟ الاصرار. مصرين على هاي. اسألك سؤال. أي. تحب الاندومي؟ ايوه كلها تحب الاندومي. الاندومي. حلو. اليوم الحلقة خاصة بأم يزن وابو يزن، دول الزعاطين. وكيان وابو كيان. تعالوا خلينا نشوفكم اليوم شو راح نسوي. طه، تعرف شو اريد اسوي؟ شو تسوي؟ عاجبني اسوي مرقة مال اندومي. واريد اسوي اندومي ايه مثلا بشغلات غريبة، مثلا اندومي بالتشيبس، ايه اندومي بالكاكاو. تعالوا خلينا نشوفكم شنو جبنا. تعال صورنا هنا مثل ما قاعد تشوفون. طبعا جبنا الاندومي مالتنا الجميل، جبنا جبن، راح اسوي لكم اندومي بالجبن، جبنا معجون، جبنا ذره، جبنا فطر، جبنا كريمه مع الطبخ ما اعرف ليش جبتها، جبنا باقله، احتمال اسوي لكم اندومي بالباقله، ما ندري شباب، وجبنا تشيبس. اليوم ايش راح نسوي؟ راح نلوصها اليوم. كرافس. فاول شغله راح نسويها يا طه هي مرقه الاندومي، لان انا جوعان اريد اتغدى. يعني بداية المرقة؟ اي ببدايه المرقه، وبعدين نسوي هاي الخفايف، وبعدين نحلي. اليوم من الصبح لليل تاكل اندومي. اول شغله عزيزتي المشاهده راح تجيبي لنا جدر صغير هيك، تمام؟ حطه وين؟ على الطباخ. وهاي تشيسي الاندومي تكفينا مو؟ اذا تريدين تسوين اختي العزيزه مرقه الاندومي، لا تطقطق المايك جاي، شايل المايك ومايك جديد. شو رايكم بالمايك؟ تقولوا تعالى خبر هذا المايك، خبر. انا اكثر شيء فرحان بالمايك. انا عندي اصور هاي الحلقه بس على مود المايك. حضر لي المايك. انا الشيف وانت المساعد، انا الدكتور وانت هذا الممرض. تمام؟ المعجون بسرعه، المعجون. اكو ممرض ما يطل الدكتور المقص. وين الخاشوقه؟ الخاشوقه وين الخاشوقه؟ شلون افصلك افردك من المستشفى؟ يقول يا الله. ليش تزهق منه؟ مو غسلت؟ ليش تزهقت منه؟ غسلته. اغسل هيك منه، اغسل اضوج. تلعب نفسي اضوج. ايه عاج ايدك. تمام صدق؟ اوقف. انت شلون تجيب لي المعجون قبل الزيت؟ جيب لي الزيت. انت قلت لي. انا ايش بدري؟ انا ما لك علاقه، لا تسمع كلامي. هسه تعرف الطباخ هذا متدايني هذا. اختي العزيزه هسه بعد ما شغلنا الطباخ النصي شوي هيك عليك ينصي، عليه ينصي. طفى عليه يطفى، مو عليه ينصي. حلو عاد ايدك. رجعه. اختي العزيزه بعد ما تحطين شنو هاي طاوله وجدر احنا نسميه جدر بس هو طاوه. بعد ما تحطين الطاوه على الجدر ولا طاوه. اي المهم حطيت الجدر على الطباخ، تديرين شويه زيت هيك. تعال صور اختي هيك تحطين هيك. لازم حركه مدوره باعي. اذا حطيتي الزيت هيك ما يصير، ما تستوي. لازم هيك حركه مدوره. يعني قصدك لازم هيك تسوي. اي فشي نقلب بيه المرقه مالتنا هيك. اغسلها ولا تلزمها من اليد. لازم تقلبين الزيت هيك. بعد سمعين هاي صوت الطقه، اذا ماكو هاي الطقه معناها ما يستوي. اوكي. تحطين ملعقه او ملعقه ونص معجون. حلو. وهي الملعقه الثانيه. خاشوقتك بيها مشكله. اضربها. خاشوقتك بيها مشكله خربانه. ايه عاشت ايدي. تعالي اختي العزيزه شوفي شلون راح نقلب المعجون هيك. خليه ينحمس حمسه بسيطه. وراها شو تسوي طه؟ نحط بهارات الاندومي. عطني تشيسين. احنا ايش راح نستخدم؟ راح نستخدم تشيسين اندومي، فلهذا السبب راح نحط البهارات مالته مال تشيسين. تمام؟ هذا التشيس الاول، هذا الشهي، وهذا التشيس الثاني، وراح نحط تشيس فلفل واحد اختي على حسب الرغبه. شوف فلفل شويه فلفل حار حتى يعطي نكهه للمرقه. وهسه نجي نقلب هاي الخلطه اللي سويناها معجون وبهارات بالزيت. شوف ايش نقلب. ممرضنا العزيز اريدك تعطيني كوب مي. كوب او كوب ونص، يعني على حسب. اعطيني كوب ونص. لا هذا فرغ، هذا مشروب منه. هذا شاربين منه. يريد يحط بالمرقه مي واحد شارب منه. ما يصير اخي، ما يصير. شو يقولون علينا المتابعين؟ هذا كوب مي. هذا بارد؟ ايوه. انت صاحي؟ مي دافي. شنو بارد؟ انت ما غير هو نفس الشيء ترى عادي. مي ثلج. وهذا راح يسبب تكلسات بالمرقه. بسم الله. كوبين باعوا. شوفوا كوبين، ما طول حطينا تشيسين يعني كوبين. بسم الله.
هاي معلومات من يمك قاعد اطلعها. هاي معلومات كلها من يمي حصريا ما تلقاها حتى بالنت. تعالوا اختي عزيزي شوفي المرقه شلون صارت. مرقه لو مو مرقه؟ مرقه لحد هسه مرقه. مرقه بس خلينا نشوف شنو الطعام نريد. شنو هسه ننتظر شباب لحد ما يفور المي. ايه. ننتظر هذا المي يفور وبعدين شنو؟ ندير الاندومي وتصير مرقه اندومي. هاي بسيط. ايزي. اذا تحب تحط دجاج تقدر تحط دجاج، ايه. اذا تحب تحط لحم تقدر تحط لحم، انت بكيفك. بس احنا راح نسويها ساده للمتابعين حتى خاف اذا تشتهون تجوعون بالليل والظهريه. اكو بنات يحب الاندومي يبكن اريد اندومي، ماما اريد اندومي، ماما هيك يسوون. فهاي احسن طريقه البنتك عزيزتي او الامايه تحب ابنها يضرب مرقه. ليش؟ حلو. ليش؟ ما اعرف شنو شعور الام بالمرقه، مرتبطه بيها بالسر ما اعرف. هسه شريد لحد ما تفور المرقه ايه. طفي الكاميرا. فار لو جريدي. هسه ايش راح تسوي؟ راح تديرين الاندومي بس مو تديره هيك شلون ما كان، لا اكو خبره مال الشيافه. يعني اكو طريقه خبره مال شنو؟ شيافه مال رقي. تعالي خل اعلمك. هيك باع هيك تسوي تزحلقيه تدلعيه تونسيه حتى يطلع لك نكهه طيبه. تعال روح. شفت شلون تونس؟ والثانيه تحب هاي مهنتك. هاي المحنه بابا، انت اذا ما تحب مهنتك تفشل بمهنتك. روح. هو هذا بعده خايف لان شلون الطفل برا وضعي اول ما يخلوه خايف ما ينزل بسرعه. هسه راح يقعد. زين بصل. شوفي هسه اختي تخليه شنو؟ اعطيني غطاء. ايه يعني الغطاء شلون البطانيه. اي عاشت ايدك خليه اختي العزيزه. ترى اكو طريقه على وقف. مي ترى يخلص بالحراره، ما يبدا يخلص لازم نشوفه. النصي ولا يهمك النصي. النصي حتى يستوي على نار هادئه. تمام. مسوي تمن لو ما مسوي؟ مسوي تمن. تعال شوفوا التمن. هذا سووا بس تمن قال فسوونا البيت بس تمن باعوا. بس تمن بدون مرقه. هذا التمن مال مرتك؟ ايه. ليش مستحي؟ اي يعني هي سوت ليش سوي شيء نستحي. بس شنو هسه حاليا منتظرين المرقه مع علاوي تجهز ونشوف الطعام. فش اريد منك هسه؟ تطفي الكاميرا. والان المطبخ انترس ريحه اندومي. شوف. شوف اندومي بمرقه. اقول لك بس وين المي؟ راح. طبعا للاسف طلع المي مشفوط فاضطرينا نخلي بعد قلاصين مي. زين شلون راح ناكل تمن ومرقه ويا مرقه شنو؟ شلون راح ناكل تمن وتمن؟ لانه هاي مثل التمن. لا مو انت هنا قلبت يعني صارت مرقه. ايه مو هاي مثل التمن الاندومي بس احنا راح نضبطها يا شباب اهم شيء حمار. ايه كل حمار مرقه وكل مرقه حمار. ايه صح ولا لا؟ والان كملت المرقه. حاولنا شويه نزينها بالكرفس على مود الشكل. والان مع مرقه الاندومي حطينا شويه كرفس وفلفل اسود فوقها. شوفوا مرقه اندومي ولا مو مرقه اندومي؟ هاي مرقه الاندومي. شويه مي واندومي. تعال هنا تعال. والله شوف شنو الطعم. بسم الله نجرب. شنو هاي طاهر؟ قاعد تاكل مرقه اندومي؟ اندومي. يا طيب تخبل. مو انا لازم خاشوقتي ومتحمس. تخبل طه صدق تخبل. بس خل اخذ اللقمه الثانيه. بسم الله. يعني حتى اطيب الفاصوليا. اطيب الفاصوليا اطيب. هاي بس مرقه. بسم الله. نعم طه منبهر. شو ليش تاكل باليسرى؟ ما اعرف اذا مو يسرى. يا اخي ما يصير حرام وكل باليمنى. بس خنطوق. مكروه قصدي. شلون؟ احنا ما ضفنا ملح. لا مو البهارات بيها ملح يا طه. البهارات مالتها بيها ملح. ليش قلت لكم حطوا بهارات؟ انصحكم سوون مرقه الاندومي شكو بنيه سريعه بسرعه. ايش قد يستوي؟ ايش قد اخذت من عندنا وقت؟ يمكن ربع ساعه. شك واحنا غلطنا بشغله واحده. شنو هي؟ حطينا تشيسين اندومي. المفروض تحطين تشيس واحد. يعني تشيس بدون تكلفه واسرع. خلي مصوري يجربها. طه بس اسالك سؤال، من ايش قد تقيمها؟ 9.5 من 10 الصراحه. وقف هاي المرقه متحمس لها. منبهر من الطعم والنكهه اللذيذه. مصيبه. مصيبه ما تلقى المصيبه يعني شنو؟ وقف خلي يجرب الاندومي. حط اندومي. تقدر تقصقصهن يعني اختي العزيزه تقدرين تقصقصين الاندومي حتى تصير ناعمات. فتشي راح نفسيه. اضوق المي. شوف انا ما اقدر احكي يا اخي. شرفكم هاي مو اسرع مرقه بالعالم. والان مع الشغله الثانيه، الطريقه الثانيه لطبخ الاندومي. راح نسوي اندومي بشكل معتاد بس احنا نضيف عليه سوالفنا.
اوكي شباب، بعد ما نجحت الطريقه الاولى مال المرقه، هسه راح ننتقل على الطرق اللي بعدها. متحمس؟ متحمس والله. حلو. لا تحلف. متحمس؟ متحمس. لا، ما يصير تحلف كل شوي، ما يصير يعني انت لازم تحلف بس على الشغلات التسوى. اي يعني مو رب العالمين اسمه اسم مقدس، هم نعمة الله، اسم مبارك. اي ادري بس مو كل شيء. تمام. طلعت يحلف، جيت يحلف، رحت ما يصير بابا تعالوا على كل شيء تحلفون، بس على الشغلات الاضطراريه. رجع المطبخ. حلف قسم هذا قسم بسم الله، اسم كبير. هسه راح ننتقل على الطريقه اللي بعدها، راح نسلق هذول الاندومي كلهن. تمام؟ تسويهن كلهن لو شويه؟ والله شوي. حلف. اي قلت لك مو انت بس. ما ليش تحلف؟ شوي تمام يلا. ليش تحلف؟ كمان الواحد لازم يحلف. ما يصير تعلم لسانك على توعيد الحلف. اكو يعني شلون توعيد. يعني متعود. توعيد. راح نسلق اول خطوه، راح نسلق الاندومي. تمام؟ نسلقه. هاي راح اسوي لكم الطريقه المعتاده، الطريقه المعتاده اللي انتم دائما تسووها بالبيت عين وميزن، بس انا راح ارتجل عليها واسويها بطريقه انت راح تنصدمين منها. هذا واحد، هذا الثاني، وهذا الثالث، وهذا الرابع، وهذا الخامس، وهذا الثامن. هسه اختي العزيزه شنو؟ راح ننتظر فورا ونرجع لكم. طفي الكاميرا. اوكي شباب، بعد ما فار الاندومي راح نغسل الاندومي، نصفيه ونغسله بمي بارد. ليش؟ حتى ما يلزق، لان احنا نريد نسوي كميات، يعني كل ساعه نسوي شويه، اذا نعوفه بالجدر وكل شويه نطلع منه راح نلقاه هناك جامد. حلو. فاحنا ما نريد يجمد، نريد كل شويه ناخذ منه نسوي بيه طريقه. احتمال واحد نسوي بيه شيبس، واحد نحط بيه كاكاو، واحد نحط بيه ذره، عندنا وايد طرق. فاحنا هاي الطريقه الاولى راح نغسله بالمي ونعوفه على صفحه شلون ما نصفي التمن. شو اللي بدك هسه تجيب لي مصفي. هسه اختي العزيزه راح نصفي الاندومي. حطه بسم الله. طفت الكهرباء. شو نسوي شباب؟ احنا بالعراق، بقيه الدول اللي تشوفونه، المغرب، السعوديه، مصر، لا مصر تهم مثلنا، بس اهون من عندنا. شكو دولة تشوفنا تتشمت بينا، ضحكوا علينا، تفضلوا ضحكوا علينا. الكهرباء عندنا تطفي واحنا راح نوصل لسنة 2024 حشوا علينا بك تصير عندنا احساس ويسوون الكهرباء. حشش علينا بالتعليقات اكتبوا. ايش راح نسوي هسه؟ راح نغسل الاندومي. هذا مي نظيف. هذا مي نظيف؟ لا شوف شباب ما عنده مي نظيف. اضحكوا علينا بسنه 2023 ما عنده مي نظيف. شباب من البوري قولوا يضحكون علي، ترى ما نزل الفيديو. ضحكوا علينا تشمتوا بينا باع. احنا بياسر احنا بدنا نجيب من البير، ننقل من البير. يلا رجعنا ل 2001. اغسل. ضحكوا علينا. غسل. ضحكوا علينا. اغسل عين اغسل. ضحكوا ايش قد ما تقدرون ضحكوا. ما عندنا مي صالح للشرب. باع شلون شاي. صوره شاي. ضحكوا علينا. هذا التعب. لا مي يعني والله ما ادري. يوتيوبر شي يسحب احنا. هسه راح نشتغل الاندومي الثاني. هسه اختي العزيزه راح اسوي لك اندومي غير حياتك ما ضايقه منه. راح نستخدم كريمه طبخ، راح نستخدم ذره، وراح نستخدم فطر. شو اريد هسه عيني منك؟ بدك زبد؟ اجيب لك يا عزيز. تمام. شنو هسه؟ جبنا زبد، لازم نسويه بالزبد لان الزبد يعطي نكهه. باعي اختي العزيزه. شنو انت شو عليك؟ انا الدكتور انت بس تباوع. تعلم انت بالك صبي. انت شنو؟ صبي. حساني صبي. تعلموا باعوا تاخذون ربع من الحقه. مو ربع نص. شوف اختي العزيزه راح تخلين الزبد يموع. صور شوفي تخلين الزبد شوي يموع. تعلم. شو راح نحط هسه شباب؟ اريدك تجيب لي طحين. شو راح نحط؟ راح نحط خاشوقه ونص. هاي كيكه صارت؟ لا مو كيكه، هذا حتى يتماسك. يعني انت علاوه قاعد تسوي من عقلك؟ من عقلي. زين خفت الوكيل. لا تنوكل. ثاني. وراها اختي العزيزه راح تجيبين كوب حليب تخليه للطحين والزبد بعد ما حمستيه. شوف بسم الله. شنو هسه نقلب لحد ما هذا يتفتفت ويذوب. طفي الكاميرا لحد ما يثخن الحليب. اوكي شباب مثل ما قاعد تشوفون، تعال شوف شلون تخن. شوف ما قلت لكم راح يتخن. شو اريد هسه؟ شو اسوي؟ ما ادري. دحنه. وراها بعد ما يثخن تديرين اندومي اللي سلقناه. وعي راح ناخذ كميه بسيطه هيك. بعد شويه هيك. هاي شوف كافي. شلون صارت حاليا كريميه مثل ما قاعد تشوفين اختي العزيزه. اخلطها. هسه هنا راح يجي دور كريمه الطبخ. بسم الله. هاي كافي. شوف وراها ايش راح نسوي خوط. وراها راح ندير اختي العزيزه صور لي الذره. صفي. شوف اختي العزيزه صفين هذا المي هنا كلها مواد حافظه للخاشوقه. تعال ناش راح تسوي؟ راح تديرين شويه ذره شويه هيك. اوكي شوفي مع المنظر. هاي كافي. وراها ايش راح ندير اختي العزيزه؟ ندير شويه فطر. شويه مو هاي. هاي كافي.
كافي. شوي بعد شوي. شنو هسه يا شباب؟ نقلب 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 نقلب، بس نخليها على نار هادئه لحد ما تتماسك. نسيت البهارات مال الاندومي. تعال شوفي هاي بهارات الاندومي شويه. هسه شنو بس تقلبين اخر تقليبه وتكون جاهزه للاكل. شنو رايك؟ واني اضمن لك راح تاكلين اكل صحي. هاي اولا صحيه لان بيها حليب، ثانيا كريمه الطبخ بيها نسبه من الحليب، ثانيا بيها ذره مفيده، والافطار كذلك. والاندومي هنا تحول من اكله تعبانه الى اكله مفيده حتى نسكت الامهات تاكل الاندومي من الصبح لليل. وين الفائده؟ هاي الفائده بابا. هسه نجي الى مرحله الصب والتذوق. جيب لي ماعون ونصب بيه ونقيم هاي الطبخه مالتنا اللي ما اعرف شنو طعمها. شوفي طبق. عندك شطل؟ ايه جيب شطل. والان مع لحظه التجربه. انا صراحه يعني ما ادري شو شكلها. خلينا نجرب. بسم الله. جرب بسم الله. اوكي. قلبي لا نصك صدق. قلب الصغير لا يتحمل. طيب ولا لا؟ يعني ما اريد احلف، تعرف انا ما احلف. إيه. بس صدقني طيب. هاي اطيب من المرقه واطيب من كل اندومي انت ضايقه. بعد بسم الله. سمي بسم الله. تحس طعم الكريم؟ تحس طعم الكريمه؟ بس يعني ما متعودين على هذا الشيء. ما متعود انت. بحلقك الطعم هيك تحس ما اعرف. حلو. طيب طيب يعني سامي تنكل بصمونه؟ تحس لا، تنكل تنوكل. بصمونه؟ إيه. حتى بصمونه تنكل. امشي الدرة. شير. هي طيبة. طيبه ولا مو طيبه؟ طيبة. انتوا جربوا هذا الشيء؟ هذا شكو واحد مريض ياكلها يرتاح. وهي الافطار اطيب بعد. صدق؟ وعلى اطيب من الذرة. شو راح تخلصه؟ هاي النكهه ما حد يعرف شنو قيمتها، بس الذواقين. عافية. وانت للاسف مو ذواق. لا مو ذواق. ذواق ليك انت. ما- انت اقوى مرقه ماكلها الباميه. اقعد عمي. عمي بعد الكريم وبعد احط بيها جبن يصير بعد اطيب. بس ويا ذره طيبه. بعد والله طيبة. يا هلا اطيب هيجي لو الطريقه العاديه. لا والله هيك. هيجي مو اطيب؟ المفروض هاي بالمطاعم يخلونها مقبلات. الصراحه صدقني. المفروض بالمطاعم يخلونها مقبلات. مقبلات. وعلى مقبلات. وهسه بعد بدي يصورنا شباب، بدي يصورنا باعوا، بدي يصور بدي ياكل. بالماعون. والان مع الطريقه الثالثه اندومي بالتشيبس. هذا جيب صحناه. هذا تشيبس مطحون، تشيبس ليز بطعم الجبن. ايش راح نسوي هسه؟ راح نجيب زيت، شغل الطباخ، حندير شويه زيت. هيك شوفي هاي الحركه لازم تسوين، هاي الحركه الدويره. اريد هسه بهارات الاندومي كالعاده. وراها شو تجيبين اختي العزيزه؟ وراها تجيبين الاندومي. هيك كافي مو؟ كافي لان هو يكثر. هيك بس هذا باعي اختي العزيزه. هذه هيك بعد قلبين اندومي تقليبه زينه. شريدك هسه تجيب لي التشيبس. مطحون. والان راح نحط التشيبس المطحون. بسم الله. شوفي روح. شوف شكله باع شكله شوف شكله شلون صار. قرب باع الشكل الاسطوري. لا ماكو مي، هذا ما يصير بيه مي. طاهر بدون يعني مي. هيجي؟ هذا بدون مي، هذا ناشف ينكل. تشيبس بعد شنو زين؟ هذا تشيبس بس اندومي تشيبس بس شويه تقلبه. هذا كله سهل ما يحتاج شيء. قلبين اختي العزيزه شويه حتى يتلابس التشيبس ويا الاندومي. ويلي باع الريحه. وراه شو تسوين؟ تحطين رشه فلفل اسود على حسب الرغبه طبعا. ها شباب فلفل اسود شويه بس نكهه. تشتم الريحه؟ ايه. تشتم الريحه شو طيبه؟ تسوي ريحه طيبه مال اندومي. ريحه اندومي. اندومي تشيبس. شو راح نسوي هسه؟ تحضر لي الماعون واشوفكم النتيجه النهائيه. طفي الكاميرا. وهسه شباب راح نزين هذا الطبق بالتشيبس مثل ما قاعد تشوفون. هاي شوفي تقدرين تاكليها على فيلم السهره، وعندك مسلسل مفضل. زين يعني شاميه. لا الشاميه ما راح نحطها. هاي راح نلغيها تمام. هاي الشاميه الغيها. على قولة علاوه تقدرين سهره فيلم مسلسلات. شو اختي العزيزه بعد تقدرين تحطين كاتشب على حسب الرغبه، تحطين مايونيز، ثوميه، لبن تجيبين تغمسين به هيجي على حسب الرغبه. بس احنا راح نجربه بهاي الطريقه مثل ما قاعد تشوفين. خنبوق. شنو الاندومي الرهيب. تعال شوف لي الابداع. راح نجرب تشيبس الليز واعطيك رايي بكل صراحه. بسم الله. طعم تشيبس ليز بالجبنه الفرنسيه
بس على اندومي مع رشه شويه فلفل اسود، تحس بيها لذعه بسيطه. شيبس ليز واندومي باع. اريدك تحط بحلقك شيبساي تقرطها، والنوبه تشيل لك لقمه وتحطها بحلقك. قبل لا تقرطها خليها بحلقك، بس لا تقرطها، خليها بحلقك، خليها بحلقك لا تقرط. كبسولة. يلا اخذ لا تقرط حتى تسويها دمج. بسم الله. بسم الله. شنو رايك؟ تاكلون اندومي بالجبنه الفرنسيه؟ لا والله طيبه. احنا هسه قاعد نسوي ابديت للاندومي، نسوي تحديث. ترى مصورنا شو عزيزة ما يقدر يعوضها. طيب. وهسه راح يجرب المصور حطها بحلقك. هاي طريقة له. عادي وقعها. مع حق غير ما يكفي. اخذ. شيل اندومي. بسم الله. فول غير فول. صدق؟ شنو طعمه؟ وقف. جبن وليز. طعم الليز موجود؟ احنا اعطيناكم اختصار. من ايش قد تقيمه؟ 9.5. 9.5. تقييم قوي. طيب. هذا قوي. ايوه طيب. اقيمه 8 وربع. هم قوي. وربع. ليش وربع؟ ليش وربع؟ 10 من 10. ما ينشبع منه. ما ينشبع. انا بعد يومين اسوي هذا كل ما اريد اكل او اشتري اندومي اسوي. اسالكم سؤال المتابعين، انتم ليش دائما ما تسوون الاندومي بهاي الطرق؟ ليش لازقين بطريقه واحده تحموه بالمي وتصبوه تاكلوه؟ حتى المعون خلص. المعون يعني انصحكم بالليز شرط. تقدرون تجربون هذا الاندومي بالشاميه يطلع طيب. إيه. بغير النكهات بالملح والخل. اذا تحبون الملح والخل، الملح والخل يصير فتشي عالمي. والان مع الطريقه الرابعه، الخطره اللي ما نعرف شو راح يصير. ما اعرف. اعزائي المشاهدين، احب اقول لكم راح نسوي اندومي بالكاكاو. صدمتهم. احنا بعد ما تغدينا وتريقنا وتعشينا راح نحلي. ليش نحلي؟ بالاندومي. بالاندومي. تمام. ايش راح نسوي؟ تعال جبت لكم كندر، شوفوا هذا الكاكاو راح نسوي بيه الاندومي، وراح نزينه بهذا الامينيمز. شغل الطباخ. حس مش كم مره اكتب بالمونتاج كم مره شغلنا الطباخ. تمام. ايش كم مره شغلنا الطباخ. اللي يعرف الجواب الصحيح كل شيء من الطي. ضمنيني. شغلته نصي طين الزيت. اوقف قبل كل شيء. لك احنا ايش قد ماكو تفكير. لازم نموع الكاكاو. بعدين لا ما يصير موعون حضره. راح نموع هذا الكندر شباب، اصلي هذا اصلي. اوكي شباب، بعد ما موعنا الكاكاو شوفوا شكله شو رهيب. راح نخلي شويه زيت هنا، خليه ينحمس، وراها شو ندير الاندومي. هالمره ما راح ندير النكهه مال اندومي. اي هالمره ما راح ندير النكهه مال الاندومي. ليش؟ لانه ما نريد نسوي بيه طعم اندومي، احنا نريد نسوي اندومي بالكاكاو بس فقط. تمام. لا تديروا. هاي الطريقه حجيه تفيد ابنك الصغير اذا يحب الكاكاو. هاي كلها مفيده. احنا بدنا نسوي الاندومي مفيد. تلاحظ؟ مفيد. كافي. طيب بعد شنو نقلبه بالدهن. متحمس وخايف. تعال شوف هنا شنو هذا؟ ايه ثخين. جمد. حمل شغل الثار اللي يصير حار. اوكي شباب، هسه راح ندير اخي ما عشان صار باع. اوكي شباب، هسه راح ندير الكاكاو على الاندومي. نقول بسم الله. طه حط له طن مي خربه. اندومي بالكاكاو. هذا شنو مميزاته؟ مميزاته لازم نعوفه يبرد. متى يمكن حار. بارد. هذا لازم تخليه اختي العزيزه يبرد بربع ساعه بالثلاجه. اي تقريبا. نخليه بالثلاجه ربع ساعه نص ساعه ونرجع لكم. خليه فوق. طفي الكاميرا. شو تقول؟ تطلع طيب لو لا؟ ما ادري انا. هو بس صفنا اثنين. شوف ما اعرف حاسم احنا. هي الريحه طيبه. اي بس الطعم ما نعرف. حطينا طبعا امينيمز ذني السميري فوقها حتى للتزيين يعني فوقها. خايف جديد هذا الشيء. بسم الله. لا طيب طبعا. طيب يعني تحس نفسك قاعد تاكل حلاوه. عينا حلاوه مال الشعريه. حلاوه مال الشعريه. بالضبط حلاوه مال الشعريه يعني فد شيء طيب صدق طيب. ما بدا بالغ. تعرف ليش طلع طيب؟ ليش؟ لان الكندر طيب. بسم الله انا خايف. طيب يعني مقبول. طيب والله. تاكلها امينيمز رهيب. انا عن نفسي نشحت. يعني شعليه ها شو منبهرت بيه. خبط عالمي. هذا الطيب قيمه قيم 10 من 10. ثق صدقني 10 من 10. انا قيمه 8 من 10. فول. طيب لك شنو هذا؟ ما توقعناه هيجي. طيب كيكه بس ما عرفت تاكل كيكه. شوف ندومه ماكو بس تحس جوا بالطعم تحسه بس هو ماكو يعني ماكو. شرط جربوا وياه هذا. جربوا ويا الامينيمز يطلع بعد اطيب. يعني انا صدق حطيت هذا طلع مضبوط. حلو يعني شيء حلو. هسه حلينا
خلينا من دوام. شوف. انا برايي اعطيها من كلين هذا. هسه احنا راح نجي نقيمهن بالتسلسل. تمام. شنو بالمرتبه الاولى عندك؟ المرتبه الاولى هذا. معقوله؟ ثق. هذا؟ اي هذا اي. المرتبه الثانيه. المرتبه الثانيه المرقي. المرقه. اي الثالثه اعطيه مال تشيبس. والرابعه اعطيه مال هاي الكريمه. بالمرتبه الاولى إيه. مال كريمه. هيجي الكريمه. اي لك تفوز تخبل إيه. تخبل. تمام. إيه. بالمرتبه الثانيه مال تشيبس. اي. بالمرتبه الثالثه المرقه. لا هاي لا بالمرتبة- ظلمته. لا ما ظلمته ما ظلمته ما طيب. ظلمته. انا قيمه 8 من 10. طيب بس يعني اذا شوف انا خليني افهمك سالفه، انا مو من النوع اللي يحب الحلويات. ما احب الحلويات. ايش تقول؟ المرتبه الاولى اول وحده هاي الكريمه، الكريمه مثلي ايه. مثلي ثاني. والثاني مال مرقي، مال المرقه. اي. النوب هاي مال- النوب مال تشيبس ما تشيبس ظلمها للتشيبس. فانا يا ريتكم تكتبوا لي بالتعليقات شنو اكثر نوع تحسوه طيب وشنو اكثر نوع راح تجربوه. فلا تنسوا تكتبون رايكم وتكتبون ايش تحبون نطبخ بالفيديو الجاي. ما نعرف شو راح نطبخ. نسوي أكلات بحرية؟ بس انا راح اقاطعك راح اقول شغله. طفي الكاميرا. ايه سويتها. اخترعت لكم طرق للاندومي جديده وبعد اكو كومه طرق شباب ببالي. عاجبني اسوي اندومي بالرمان اكيد راح يطلع طيب. احنا قاعد نبتكر اكلات يا عيال ويا طريقه راح تسوون اكتبوا لي بالتعليقات. انا عن نفسي انصحكم تسوون اندومي الكريم فالطيب. عموما شباب الى هنا انتهت الحلقه. لا تنسوا تكتبوا لي تعليقاتكم ومنتظركم تسووا لي تاجات على الانستغرام. هذا حسابي على الانستا. ضيفوني وسووا لي تاج من تسوون الاندومي. وهسه راح نخلص من هذول اللي يقولون الاندومي ما بيه فائده. يطلع لي واحد الاندومي وانت شلون تقول الاندومي بيه فوائد؟ انت شلون سويت لك بيه فائده. فاحب اقول لك من تجربين الاندومي وتطبخيه وتصبيه بالماعون وتاكليه ورا ما تاكليه سيمك بيدك ما حد يفيدك. وانت لقوا منه خصة حقه.